الرحيم. الحمد لله، هذا يوم الزينة. أنا قلتها من الصباح، وهذا يوم الميعاد، وهذا يوم استرجاع شرف الثورة. الحمد لله يا ربي. نتذكروا في مثل هذه الليلة منذ 4 سنوات أو 5 سنوات 2014 نتفكروا الغصة اللي بتنا عليها الناس الكل، الرجال الكل. الحمد لله يا ربي الليلة وبالسكور هذا نسترجعوا شرف الثورة، مش فقط انتصار في انتخابات رئاسية. الحمد لله يا ربي، ربي كبير وتونس كبيرة، وتونس ما زالت تعطي الدروس. اللهم أنعمت فزد، اللهم نصرك الذي وعدت. الحمد لله يا ربي يا توانسة. الباهي في الموضوع هذا كله انه النصر هذا مش وحدها المافيا باش تمشي الى مزبله التاريخ، باش تهز معاها كل اللي وراها، باش تهز معاها قنوات العهد، باش تعز معاها اعلام العار، باش تهز معاها المافيويات واللوبيات وكل هذوكم تهزهم معاها الى مزبله التاريخ. اليوم نهار جديد ومنعرج جديد، تونس على طريق جديد وعلى سكه جديده. اكتسبنا التجربه، راكبنا الخبره، راكبنا الخبره. بعد 8 سنوات ما عادش قادرين باش يعاودوا يرجعونا الى مربع البدايه. احنا اليوم في طريق جديد وقادرين الانتصار هذا باش ينعكس المسار التشريعي والمسار الرئاسي متلازمين الزوز، وهذا باش يحررنا نهائيا، باش يحرر القوات الثوريه اللي انتصرت في الاستحقاق التشريعي، باش يكون عندنا فرص اكثر باش نحققوا حكومه الثوره، وباش يكون عندها قوه وصلاحيات وقدره على المناوره. اليوم الانتصار هذا والسقوط هذا المدوي لمنظومة المافيا باش يتسبب كذلك في سقوط كتلة المافيا وكتلة العصابة وكتلة الصهاينة، باش يتسبب في تفككها. وهذا باش يعطينا فرصة جديدة باش نتصالحوا من جديد مع الشعب التونسي، مع الناس اللي وثقت فينا، مع الناس اللي رغم انهم كفروا بالسياسة لكنهم رجعوا آمنوا بينا ورجعوا وثقوا فينا ورجعوا حلموا معانا. الحمد لله يا ربي. يا اخوتنا يا احبابنا يا شباب يلي رفعت لنا رؤوسنا، ماناش باش نخذوك باذن الله. الشباب اللي كان نقطة الضعف في 2014، الشباب هو اللي اعاد لنا شرفنا. الناس الكل كهول، كلنا الشباب هو اللي رجعنا للسباق، رجعنا للكوسة، رجع لنا شرفنا ولن نخذله باذن الله. تحيا تونس، تحيا الثورة، ويومها سعيد دائما.